واحد الراجل في أواخر السبعينات، في 76 77. هذا الرجل كانت مدينة الرباط في العاصمة في الرباط. هذا السيد كان عسكري وكان من الرتباء قريدي، وكان مكلب الشرطة العسكرية. الشرطة العسكرية اليوم ما تعرفوهاش بزاف ديال الناس، حنا كنا عشنا فيها وتنعرفوها. الشرطة العسكرية هما البوليس ديال العسكر. كانوا السيارات ديال الشرطة تنشوفوهم بحال هذوك اللي مقابلين التحركات ديال العسكر، تنشوفوهم في الخارجات ديال المدينة بعض المرات. كانوا كري واحد السيارة مكتوب فيها الشرطة العسكرية، وهي ديال العسكر باللون ديال العسكر، تدور في المدينة. لما كانوا القشالي ديال العسكر عامرين قبل ما يمشيو العسكر ديالنا يمشيو للصحراء، قبل المشكل ديال الصحراء كانت كل المدينة العسكر ديالها القشلة عامرة. كانوا عندنا حنايا كثير 5 القشالي في القنيطرة، وكانوا عاملين بالعسكر. أي تشوف العسكر داخلين خارجين داخلين خارجين داخلين خارجين. دابا شوية قلال الأمر، يمكن بقاو الناس المكلفين بالحراسة أو تقنيين أو شي حاجة بحال هكا هما اللي بقاو وخواو القشالي شوية من العسكر ما يتحركوا، ولا في الشمال ولا في واحد النقاط حساسة ديال الدولة ديال البلاد. وهنا كانت لما كان الجيش كثير في المدن، كانت الشرطة العسكرية تنشوفهم تيدوروا يوميا، تيدوروا السيارة كما قلت لكم ديال الشرطة مكتوب فيها الشرطة العسكرية بوليس ميليتير PM، مكتوب فيها PM بوليس ميليتير. وكانوا فيها عسكر راكبين، تيكون واحد راتب من الرتباء جالس قدام، حدا الشيف وحده السائق، وتيكونوا 3 ولا 4 اللورو تدور ديك السيارة. المهام ديالهم شنو هي؟ ماشي العسكري تيشوفوا غادي تعيطوا عليه، تيوقفوه اجي فين غادي البرميسيون ديالك باش خرجتي من تابع كذاك، مراقبة تيراقبوا كاع العسكر تيدوروا. لان كانوا بالعسكر كما كنت انا في 18 شهر كنا تنزرطيو، كانوا تيسلتوا، كنا كذا في المدينه اللي كنا فيها مثلا في وزان في فوج 25 المشات كنا تنسلتوا في العشيه، كردوا بالك معنا بوس ميتر، كانوا عندنا بوس ميتر تيدوروا في تنتخباو اللي تيدوزوا تنسلتوا كذا وكذا وكذا. والعسكر كانوا بكري بزاف تيسلتوا، تيمشيو شغالاتهم، تيخرجوا بلا ترخيص، وهذوك كانوا تيقلبوا عليك تيخرج بلا ترخيص. هذا هي او شي تدخل فيه عسكري تخاصم كذا. حنا فاش دخلت البوليس كان عندنا في لا بيرمانونس في الديمومه تيكون معنا الشرطه العسكريه واقفين جالسين قدام الباب ديال الكوميساريه في سيارتهم، او تيكون عندهم واحد المحل خاص، واحد البيرو ديالهم خاص. الوقت اللي تيكون شي تدخل فيه عسكري تيمشيو معنا وتيزيدوا، ولما تلقيو القبض هما تيشدوا العسكري وتيجيبوا لنا، ولكن غير دار تحت حراسه النظريه تنعطيو لهم وغدا تيجيبوا لنا. هذا السيد كان معروف، هذا الرجل تهضر عليه، وكان هو من النواحي ديال الحسيمه في الاصل ديالو. تعرفوا دوك الناس تما ناس تعلموا بناتهم العفه، تربيوا ولادهم، وناس قاصحين وناس شادين. وكان هذا الرجل محترم وتيحترموه الناس، وكان قلدها، وكان تلبس مزيان وتجي معاه اللبسه. ولما جلس مع ناس اللي يهضروا معايا على هذه القصه هذه وعاودوها ليا، ما كانش غير واحد، ولكن كاين ناس اللي عاشوها، بقاو تيهضروا لي عليه، على الهيئه ديالو واللبس ديالو كيفاش كان داك الراجل. وفكروني في واحد السيد، واحد ليوتنون ملازم، ليوتنون مولاي احمد، كان رجل صحراوي مولاي احمد، وكان سمر وكان رقيق وكان طويل، وكان سميتو مولاي احمد الله يرحمه. الناس القنيطرة تيعرفوا هذا مولاي احمد، ليوتنون احمد، باتيو ليوتنون احمد. كان مكلب الشرطة العسكرية، وكان اللبس ديالهم زوين، كانوا تيلبسوا في الصيف الكاكي والصمطة بيضاء، وواحد كاسك ليجي، كاسك خفيف فيه واحد الشرطة حمراء من هنا مكتوب عاقل، انت تشوف شو عندي تيلبسوها بالشرطة العسكرية، وكاتبين هنا PM بوليس ميليتير الشرطة العسكرية. وكانوا الصبابط فيهم لاكيتر، كانوا واحد اللبس عندهم زوين هاك الشرطة العسكرية، وتيديروا واحد البوندا هنايا فيها الشرطة العسكرية واحد بلاصار. وكان هو تيلبس زوين وتيلبس مزيان، وما تيديرش الكاسك ليجي ديال داك الكاسك ليجي، كاسك خفيف، كان تيدير كاسكيطة وكانت تجي معاه، وكان تيدير لقات حمرين ديال العسكر حمرين
كنا تنشوف الكليات، كنت نشوف من عند لابوليس ميليتير ذاك الوقت ديال لاباز هنا كان عندنا في قنيطره، كان عندنا القاعده الجويه كانوا فيها ميليكان، وكان حتى عندهم بوليس ديالهم كانوا تيلبسوا ديك الليكات حمرين رقاق تيلبسوا، وتيهز واحد الكرافاش في يدو بحال الصولجان، كان ديما هزه في يدو، يمكن تتعطى ليهم في ذاك الوقت ما يمكنش يكون هزه هكاك، وكانت نيت بحال الليكات قويه ومقاده واحد بحال الكرافاش هزه في يدو، وكان مشهور في قنيطره. وكنا من تيكون شي تدخل تنبقاو نطلعوا عليه حنا وحنا صغار تنشوفوا ليتنا احمد جا ليتنا احمد، وهو ديما تيدور ديك اللبسه وكذا كذا، كيما هذا الراجل اللي عاودت لكم عليه دابا اللي كان في العاصمه في الرباط، كان واحد الراجل معروف وكان محترم. حنا كنا بكري تنحترموا الشرطه ديالنا العاديه وتنحترموا الشرطه العسكريه، لان كنا نحترموهم وكان عندهم واحد الهيبه، كانت عندهم واحد الهيبه على اين. حتى دابا باقي الحمد لله، بقاوش قلالوا، ما بقيناش تنشوفهم تيدوروا في المدينه بزاف، ولاو تنشوفهم بعض المرات خارج المدينه واقفين على الشاحنات العسكريه، مراقبه الشاحنات العسكريه والتحركات ديالهم تنشوفوهم، ولكن الاحترام ديما كاين. هذاك السيد كان في الرباط وكان عنده 2 ولاد صغار وبنت كبيره، البنت هي الاولى، ولادو صغار. فهذيك الحومه اللي كان فيها كانوا الناس منقرين ومحترمين وتياخذوا تياخذ بيديهم، ولا كان شي حاجه تيساعد، ولا كان شي خصومه حضر هو صافي تحلت المشكله. وكانت عنده واحد البنت وتيقولوا آية في الجمال، كانوا تيقولوا آية في الجمال بنت، لأنها حتى مراته من نواحي الحسيمة، أي ناس ريافة، وكان ديك بنته جميلة بزاف، وكان جميلة، ولكن حتى شي واحد ما كان يقد يتحرش بها، ولا شي واحد تيقول شي كلمة عليها إلا خفية. كانوا الناس يحترموا الناس، وكان تعرفوا التعايش اللي كان بكري، وكان الاحترام، وكان كل شيء تيقول زوينة زوينة زوينة، ولكن اللي يقول لك في وجهها ما كان شيء، لأن حنا في السبعينات ما كان شيء هاد التحرش اللي كاين دابا وهاد البسالة ديال دابا، وتنعاملوا البنت بهذه الطريقة باش تتعامل دابا أو باش تتعامل هي الولد دابا، ما كان شيء هاد الشيء هذا. كانوا الناس كانت تربية أخرى وكانت ثقافة أخرى في السبعينات. وهذيك البنت كانت تتقرا، وتقدم لها شي مره شي واحد بغى يخطبها، وباها قال لها ودي باقا تتقرا. هذه الاولى تسمعات بانها تخطبات وباها ما بغاش، حنا زادوا الناس كحزوا منها اللور. ولكن مع المده كتب الله ما كتب، وقفت من الدراسه وبقات في دارهم، وبقات تعاون امها وكذا وكذا وتسخر وكذا، حياه عاديه. هنا بقاو تيجيو بعد الخطاب يخطبوها، وباها كان تيقبل، ولكن كان رجل متحضر وكان تعرف باش تيدير، وكان تيخلي الامر لبنته، تيقول لها اجهر لك. بنته كانت تقول انا اللي بغات امي نديروه. الام كانت تقول انا بنتي ما غنزوجهاش دابا، الام تترفض، البنت تترفض، الاب ما تيبغيش يتداخل، تيقول لها انت تعرفي. تخطبات المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، البنت ما بغاتش تتزوج، وما ما قابلاش الزواج. الاب هنا بقى تيهضر، بقى تيتكلم، بقى تيقول وما يمكنش، راه خصك تزوجي، ولا تيشكي من هذه القضيه هذه. عنده واحد صاحبه، وهذا صاحبه راجل كبير في العمر وتعرفت عليه مسكين دابا شيباني، وبقى تيهضر. قال لي بعض المرات كان تيشكي عليا وتيقول لي البنت ما بغاش تتزوج، وانا هادشي دوخ لي راسي، وما مساعداها وكذا وكذا وكذا. ما انه كانت عنده هبه في دارو، ولكن كان عنده احترام الراي الاخر في الدار، وهذا الشيء ما بقيناش تنشوفوه دابا. كاين بعض الاباء دابا الراي ديالو هو اللي كاين، ما كاين ما كاين لا يخلي شي واحد يفهم عليه ولا يفهم معاه ولا يتفاهم معاه. كاين شي اباء لا قالها ايه لا. هذا الراجل لا كان متحضر، وكان تيخلي الامور في يد بنته وفي يد مرته، حيت ما يمكنش شي واحد بنت قالت ما بغيتش هذا تقول لا تاخذيه والله تاخذيه، هذا والله تاخذيه، هي سباتين المشاكل قدام باب المحاكم. واحد النهار جا واحد السيد خدام في الخارج، والخارج في ذاك الوقت كان يلاه بدا الخارج
كلشي كان تيتمنى الخارج، ويد العامله مشات للخارج، والناس ديال الخارج تيجيو تنبقاو نتفرجوا فيهم. ها جابوا طوموبيل 404 ولا 504 بيجو كانت هي تجي، بقا نشوف فيهم، وكان تيجيو مبدلين في حالتهم، مبدلين في وجوههم، مبدلين في اللباس ديالهم، كلشي بقى تيتمنى يمشي لبرا. جا واحد من الخارج واتصل بالاب وولد حمتهم، واتصل بالبنت، وتم الاتفاق على الجواز وقبلت البنت. هذاك السيد اللي تزوج البنت كان معروف عليه المعقول، كان راجل معقول ورجل ثابت، ورجل بغى يتزوج بالمعقول وتزوج ديك البنت. الاب ديالها معروف عند الناس، وعرف راسو الاب بانه غادي يجيو الناس بزاف للعرس، لانه مع كل شيء تيعرفوا وعنده اصدقاء كثر زياده عن الناس اللي غيجيو، اللي جنود خدامين معاه. عرف بانه غيجيو الناس بزاف، اضطر باش دار واحد القيطون كبير، ودار واحد القيطون خزانه كبيره، حتى انه ما تبناتش غير بالخزانه، تبنات غير الجناب اللي هما ديال داك الثوب ديال القيطن، ديك الزواقه البلديه المعروفه كما تيعاود ديال السيد، والفوق بنوه غطاوه بالقصدير بداك الوقت، غطاوه كله، وكان كبير، شاد واحد الحومه كبيره، انه هو حسب بانها تكون عنده واحد 200 و 300 ديال الناس اللي غتحضر. وكان العرس عرس بالمعقول. ووسط وقت العرس بقاو دوك الطقوس ديال العرس والطقوس ديال الزفاف تيديروها، يكرزوها على الميده وديروا كذا وكذا وكذا. تيقول لي بداك الوقت جاب شيخ من الدار البيضاء، شيخات من الدار البيضاء تيغنيو جوج ربايع ديال الشيخات، وكانوا ديك الساعه الشيخات ما تيخدموا شي بالبوق، وكانوا تيسمعوا. حنا شفناهم وعرفناهم في السبعينات وقبل السبعينات، شفنا كانوا الشيخات تيجيو بلا بوق وتيسمعوا الناس كاملين. اليوم تجي فرقه، راك شتي انا كرهت العراس والعراضه العراس على البوق. تمشي شي حفله دابا ولا شي عرس، راسك تيبغي تفرقع، دير لك بوق هنا وبوق هنا وبوق هنا، ما تقد تهضر، ما تقد تتكلم، ما تقد تقول شي واحد. الا بقيتي 3 سوايع راسك تتنفخ. شحال من واحد تيخرج مريض من العرس من دوك الباق، طون 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 تيزيدوا في البوق. تيوليو هذاك الجوق بغا هو يقضي على كل شيء بديك العرس، تيبغي يقضي على كل شيء، ما يخلي الناس يهضروا، ما يخليهم يتكلموا، ما يخليهم. انا واحد النهار جالس في واحد العرس، كلت الصداع ديال البوق، الوقت اللي وقفوا حسيت بالريح دخل، اقسم بالله. وانا مشيت في حالتي خارج، وعزكم الله رديت واحد البوق كان حدايا، رديت. شحال واحد تيخرج مسمك من داك البوق، شحال واحد تيسكي غدا براسو بداك الباق اللي تيديروا دوك لي باف قدام قداش، في حين داك بكري ما كانش كاع البوق، كانت المراه بزاف الناس غير بكمانجه، راه كلشي تيسمع وكلشي تيسمع. اليوم الغريب في الامر حتى الطلبه ولا تيجيبوا الباق، طلبه الفقه يجيو يقراو في الدار تيجيبوا لي باف. ايوا انت دابا البنت تقرا محمد، راك تقرا لهذيك الصاله اللي جالسين فيها دوك الناس او داك البيت، راه تنسمعوك علاش الباق. واحد النهار وحدين نديروا واحد العماره ندير فيها الباق، الطلبه تيقراو مصدعين، هبطوا الناس تيتشكاو بغيو يتخاروا مع داك المنظر يدبزوا معاه، هبطت حنا مشينا للبوليس، ما لقى كيصدعونا ما قدرناش نعسوا. قلت واحد الفقيه تخربق مالكم انا هذا الباق، وقال لك باش نديروا الاشهار ويسمعونا الناس، وثانيا القران يتسمع في المدينه في الليل وجوج باق. وهذا بكري كانت الكمانجه او الطلبه كانوا تيقراو، تنسمعوا الفقيه كيفاش تيقرا، الوقت اللي كانت تقرا القران، الوقت اللي كانت تيجيو يقراو القران. دابا لا، ما بقاوش تيجيو يقراو القران، دابا ولا واحد الاناشيد وواحد الاشعار بزاف. كنا تنسمعوا شي حوايج مابقاش تنسمعوا حتى القران. علاش انا مابقيتش تمشي عند هاد الناس تيقول لي اجي عندنا الطلبه، حيت عارف الطلبه اش تيقراو، ما تيقراوش القران. انا بغيت نسمع القران بحال بكري، نسمعوا القران تيقراو واحد 5 ولا 6، وبداك الصوت القراني اللي كان الثقافه ديالنا، وبالرابره تسمعوا شباب صغارتات في البيت الاخر، داكشي زوين. اليوم اناشيد والبوق وهذا تيديروا اللي بغاو، ما انت تمشيش. هاد السيد هذا كيما قلت لكم كان حفل، علاش انا تنخرج بعض المرات على الموضوع غير باش نفكركم كيفاش كنا كيفاش ولينا. هاد السيد هذا دار الحفله ديالو، ولكن والحفل قائم
ووصلت كما قالوا الناس تقريبا واحد 2 د الليل، والحفله والحي كله محتفل بداك العرس. هو يبان من العريس خرج ومسابس في الطوموبيل ديالو، اي خرج من البيت اللي كان مع الجوجه ديالو مع العروس، الوقت اللي دخل لبيت العروس وخرج ومشى جلس في واحد الطوموبيل، بقى جالس. الناس تيسولو شنو وقع. مشاو عند العروسه تلقاو الباب ديال العروسه مسدود بالساروت. عندكم الساروت؟ ما عندكم الساروت؟ تيدقوا البنت ما تتجاوبهمش. هي باها وشي وحدين مشاو عنده قال ليه شنو وقع؟ قال لي ما اللي وقع راه وقع. قال لي شنو وقع؟ العريس هبط من السياره تيقول الناس وعيط على باها وجرو، بقى تيهضر معاه بعيد تتذكر هو وياه. اش قال ليه باه؟ ما قالش شنو قال ليه. العريس تحرك بسيارته وغادر عين المكان، وقت العرس غادر عين المكان. البنت حلوا عليها الباب بعد ما كيما تيقولوا هرسوا ديك اللوبه ودخلوا على البنت. لقوها ميته. اش وقع لهاد البنت؟ اش وقع لها هاد البنت هادي؟ اش وقع لها مع هاد العريس؟ هنا كان التدخل ديال الشرطه. هنا دخل واحد الشرطي اللي كان في عين المكان، راه متقاعد الله يطول عمره، وقال لي يا ودي لان كنت نبحث على هاد القضيه هادي في ذاك الحي، وقال لي واتصلت به وتلاقينا. قال لي يا عيطوا لنا، مشينا للعرس استقبلنا الشاف كما تيقول لي هذاك العسكري تنعرفوه، سلمنا عليه لقينا تيبكي. قلنا ما قالك بنتي ميته ولا اله الا الله وكذا وكذا، ولكن ما كانش تيتهم شي حد ولا شي حاجه. في العريس ذاك راه مشى لدارو، غيخليوه الا بغيتو انا نجيبو لكم، انا غنجيبو. اشنو وقع لهاد البنت؟ الاب تيقول كان معها، انا ما فرطت حتى شي حاجه. الام سخفانه، العريس سخفانه، العرس تخربق، ولا شي تيمشي شي واقف شي داخل. اش وقع؟ البوليس ولاو في عين المكان حاضرين. اشنو وقع بالضبط؟ هاد البنت عندها بنت خالتها هي الصاحبه ديالها، ما تتفرقش معاها، ولا خرجت ما خرجتش تسخر، خرجت باش تفوش شويه تمشي عند بنت خالتها تخدم داكشي الصناعه التقليديه، وداروا واحد العيالات وتاثير الصناعه التقليديه وتيهضروا الطرز وكذا وكذا والطرز البلدي وهذا. هي كانت تمشي تونس معاهم تجلس معاهم. باها تعرفها في الدار مشات على بنت خالتها، امها تعرفها مشات على بنت خالتها هي داك الصندوق الاسود لا بواط نوار ديالها. بنت خالتها استدعوها البوليس كما استدعوا باها وقال كلامه، كما استدعوا راجلها وقال كلامه، امها وقالت كلامها كل واحد. اش قال؟ بنت خالتها جات تقول، بنت خالتها تقول انا صاحبتها واختها، وحنا ما تنتفرقوش بجوج، وحنا دارنا بلديه كما تتشوفوا، الدار اللي حنا ساكنين فيها. لتحت تيجيو عندي العيالات تنخدموا الصناعه التقليديه، تنتلاقاو تنصوبوا العقادي، تنطرزوا الطرز البلدي، تنديروا كذا وكذا، داكشي تنعاودوا نبيعوه. هي كانت تجي عندنا بعض المرات تتعاون حتى هي تشد شي حاجه تخدمها، وكنا بعض المرات تنطلعوا للسطح ملي تيكون الليل ولا شي حاجه، نطلعوا للسطح تيكون الحال سخون، عندنا واحد البحر في السطح وتنجلسوا تما وتنفوجوا وهذا. هي بقات ديما متى تجي عندنا تطلع للسطح، ومن تنعيط عليها تقول لك انا تيعجبني السطح ديالكم تتهبط. في الايام الاخيره ولات تطلع للسطح بزاف كما قلت هي. قبل ما كانش تعطي السطح اهميه باش تطلع للسطح، الا لا هذيك البنت بنت خالتها بغات تطلع معها، ولكن ولات تجي تطلع للسطح. ولات بنت تجي بعض المرات ما تلقاش بنت خالتها، مشات تشري شي حوايج ولا مشات تشري شي خيط ولا مشات تشري ذاك السلعه باش تخدم، تلقى العيالات ولكن ما تتسلم لهم تطلع للسطح. تتقول بنت خالتها بان بقات تشوف تطلع للسطح حتى لواحد النهار غير جات طلعت للسطح، وبنت خالتها تبعتها بشويه وهي تلقاها تتهضر. كاين ما بين الديور، تعرف الديور البلديين ما بين الدار والدار كاين داك السور،
اللي كانوا العيال اللي كنت نشوفوهم، يمكن المراه تسلم على المراه من السطح. يمكن حنا في الدار ديالنا اللي كنت ساكن فيها، دارنا القديمه فين تولدت فين كذا، السطح ديالنا كنا تنسلموا على شي واحد، نقدروا ندوزوا عنده ونسلموا عليه لاباس بخير، كيما الديور ديال الدار البيضاء ديال المدينه القديمه في الرباط. تتقد تشوف لقاتها تتسلم على واحد الولد، اي ماشي تسلم ليه، دايره يدها في يدو، شافتها حيدت يديها، الولد سلت، هي عطات قالت لها شكون؟ قالت لها غير ولد، غير سلمت عليه وصافي. قالت لها صارحيني قول لي شكون، ما علاقتك به. قالت لها المهم تنهضر معاه ديما بغى يتزوجني. فين تعرفتي معاه؟ هنايا في السطح. وتتلقاو برا بعض المرات. فين تتمشيو؟ تقدي تمشي في الزنقه، تقدي يشوفوك الناس وانت معروفه. قالت لها تمشيو دارهم. شكون اللي عايش في دارهم؟ غير هو وامو. دارهم هذه اللي عندنا من اللور. ملي تدوزي؟ قلت لها بعض المرات راك تكون يلا خرجتي وتنجي، انا عارفك خرجتي وتنطلع من السطح، بعض المرات تندخل عندهم الليل. ايوا شنو درتي دابا؟ راه غيتزوج بيا. تقول هذه بنت خالتها، هذا راه غيتزوج بيا. تتقول بانه انا ما قديت نقولها لا لامها ولا لباها ولا لعائلتهم، ما يمكنش نقولها لهم، امبوسيبل نقولها لهم، نقول لهم راه بنتكم مع كذا كذا. بقيت تنهضر معها غايه، تنقول لها عندك يدير شي مصيبه، ونقول لها جي خطب، ولا تجيب العلالي تطلع بلا مشروعيه، تطلع عنده السطح. الاخرى بقات ساترها وخايفه منها، تقول ما لقيت كي ندير، حد متى تعطل تقول لها هبطي. تنقول لها حكا دابا عياتي يشكو فيك، دابا كذا، دابا امي تعرف وين تطلعي، والدار عندهم كبيره واخا، ولكن بنت كانت تخاف. وتتقول لها راه موسيقى الخبار امها تستقبلنا وهذا. تتقول البنت واحد النهار جات عندي في واحد الحاله، ودخلت عندي للدار وعيطت عليا وعزلتني من العيالات اللي تيصاوبوا داك الخياطه وداك الشيء، وداتني لواحد البيت وقالت لي، قلت لها مالك حالتك شنو بحالم؟ قالت لي راه كنت معاه في الدار. وقع ما وقع. شنو وقع؟ قلت لها راه ما بقيتش عزبه، لانها ما بقاتش بكر، بان المعني في الامر، ونقولها بالفصحى باش ما يفهموهاش دراري صغار بجنبكم، يفتض بكرتها. قالتها لها. الاخرى قالت لها اش هاد الهضره قلتي مسخوطه، نقولها لامك، خصنا امك نقولوها لها باش امك تشوف مع امو وتشوف مع كذا وتشوف مع هذا وتشوف مع كذا. تتقول بانها هاد المهمه تكلفت بها بنت خالتها، وبنت خالتها قالتها لامها اي اموت الاخرى، ومشاو عند امها وقلتوا معها، قال لها البنت اش عندها مربيه بنتها احسن التربيه، ريفيه الاصل ديالها، كبرت في الباديه د الريف، مرت رجل بمعنى الكلمه، والرجوله باش معروف في البلاد. عندها 2 ولاد، وكانت تتهضر معهم تقول ردوا بالكم اختكم. الاب حتى هو كان تيقول لولادو ردوا بالكم اختكم، وكانوا تيتبعوها وتيشوفوها تمشي عند بنت خالتها، ما تمشي حتى شي بلاصه. داخت الام واش غتقولها الراجله؟ بقات الام ساكته، وتيقولوا خلينا نشوفوا مع هذاك بقاو معاه في المفاوضات، تقول ديك بنت خالتها تمشيو نتفاوضوا معاه، ولكن هو تيقول لهم انا هاد الساعه ما عندي والو، وكدا خدام، زعما كنت خدام الراس والعين، دابا انا ما خدامش، باش غندير العرس، باش غندير هادي، وغندبر شي خدمه وفرج الله. انا راه عزيزه عندي، واقسم بالله راه عزيزه عندي، حاسبها مراتي. كيفاش انت شحال وانت معاها؟ ودابا شي 6 شهور ولا 7 شهور، حاسبها مراتي وغتزوج. واش انا كرهت؟ مو تتقول كيما تيقولوا الناس، عندنا غير الله، بغات تاكل طرف الخبز معنا تجيها وليدي، هي تاكل مع طرف الخبز، ونوضو يخدموا، راه رجال تيبيعوا الخبز برا معدنوس ومعيشين. راه بدر كلشي خواه، بقاو ساكتين. وفوقاش غتبان الفاجعه؟ فوقاش غتبان؟ الام ولات تتساند بنتها وتتحميها، وباش تتحميها من تيجي يخطب شي واحد تتقول لهم البنت شوفوا مع امي، تتقول لهم لا ما غنجوزش بنتي، لان الام عارفه المصيبه اللي واقعه، عارفه البنت اش دارت، ولكن ما لقات كدير، بقات ساتراها. والام عندها
كلمتها هي مع راجلها وتشرح لراجلها وتتكذب عليه تقول لي شوف ما نزوجوهاش دابا وهذاك راه ما عجبنيش شوف كي داير ما كذا كذا كذا. نهار جا مول الخارج قالوا هذا غيهزها غيديها، هذا غيستنى. كي ما جلسوش معاه في الطابله او البنت جلست وضحات ليه وقالت ليه كذا 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 كذا. تتقول بنت خالتها لما خطبها هذاك في ليله العرس قالت لها شنو غديري؟ قولي شنو غديري؟ يا ربي قبل ليله العرس في الاسبوع العرس قالت لها وليش غديري؟ قالت لها نقولها ليه. قالت لها كيفاش تقوليها ليه؟ بغيتي دير شي مصيبه كيفاش تقوليها ليه؟ ما كاين حتى شي حل. فعلا ذاك الوقت ما كانش التحرميات اللي كاينه دابا باش البنت تبين للعريس بانها عازبه بهاد اللعبات اللي تيديروا بلا ما نبقاو نقولهم. وكانت البكر والعزوبيه كان عندها واحد القيمه كبيره، كانت هو الطلب الاول عند ان تكون عازبه. مي دابا مابقاش الامور تتخاد داكشي مابقاش كيما كانت. البنت واحد النهار من قرب العرس وجدوا ليه، قالت لبنت خالتها شوفي مشي معايا عند واحد العطار بغيت ناخذ واحد العشبه. قالت لها علاش؟ قالت لها بغيتها. مشات عند العطار طلبت ديك العشبه وخداتها. البنت عرفت ديك العشبه واش تتسوى، قالت لها اش غدير لها مسخوطه؟ قالت لها المهم انا تفاهم معايا لك ما تفهمش نقتل راسي. قالت لها وانت انا غتجبديني؟ قالت لها ما غنجبدكش ما تخافيش ما نجبدكش، اش دخلك انتيا شكون اللي غيجبدك؟ فعلا كان العرس وكان ديك ليله العرس والبنت وجدات ديك العشبه وطبختها وجداتها وحطتها. العريس تيقول في الكلام ديالو المحضر ديالو بان كانت في واحد الحاله مرتبكه بزاف في الليله د الرواح، وكنت انا وياها في البيت وكانت مرتبكه بالمعقول. وقلت لها مالك؟ وكانت كلها تترعد وغير انا وياها. قلت لها قولي لي مالك صرحيني. قالت لي انا راه ماشي مراه، انا راه ماشي بنت، انا راه مراه، انا ماشي عزبه. قال لي انا ما تقبلتش هاد الهضره هادي، ما تقبلتهاش وما قربتش عندها وما مسيتهاش. وخرجت ومشيت للطوموبيل وخليتها في البيت ولبست حوايجي ومشيت جلست حيت الحوايج ديال العريس ولبست حوايج عاديين ومشيت جلست حيت حوايجي كانوا محطوطين عندهم. ومن جاب بوها قلتها لك لي بنتك ماشي عزبه. واش قالت لي؟ اش قالت لي؟ تيقول ما مسهاش. تيأكد الطبيب تيقول الطبيب الشرعي تيقول الشهاده ديالو ان البنت غير عازبه ومن مده ماشي شي جديد، قبل هي المده دي شيرور اونسيان قديمه، اي وقعت بينها وبين داك خينا يمكن واحد 4 شهور ولا 5 شهور باش وقعت المصيبه قبل العرس. وداك السيد تيقول انا ما مسيتهاش والطبيب تيقول ما مسوساش هاد البنت في هاد الليله هادي، ما كاينش ما يثبت بانها مسوسه. البنت لما خرج الراجل شد هذاك شرباتو وهاد العشبه قاتله وعند العطار وانا ما نجبد سميتها وتنعرفها ووقعوا بها مشاكل وقعوا بها جرائم في حياتي المهنيه، شفت ناس داروا بها مشاكل. قتلت راسها. ولكن ما هو قبيح في هذه القصه هذه وما هو ليس بجميل، هي مشات قتلت راسها حفظا على الشرف، هضرت الناس كذا كذا، قتلت راسها وقتلت امها من الناحيه النفسانيه، قتلت خوتها. لان الواحد من تينتحر راه تيهلك مو وتيهلك باه وخايف تيبقاو حيين، حتى هما قتلهم تيدوخهم تيدير لهم مشاكل في صحتهم. هاد البنت اللي وقع لها هادشي في البكالوريا في من جابتها في المعلم ولا في التلاميذ ولا في دوارهم ولا في دارهم، في امها وفي باها وفي خوتها اللي كلاو الضربه. تيقول لك انا بقات حيه اللي قريها كاع. الاخرين نتاهما تكون كون هربات في ديك الليله كاع وما تقتلش، كلشي تيتغفر. ان العائله غفوره رحيمه. من بعد باها بقى ما تيهضر مع حد، تيقولوا الناس ما تيكلم حد، ما تيجاوبش على السلام، ما تيمشيش للجامع مع الناس، ساكت، ما بقاش تيمشي الخدمه ساعدوه عطاوه التقاعد ديالو. الراجل ولا مقابل الطبيب النفساني، مرة تيمشي مرة تيدي مراته. الرجل العائلة تشتات
غير هو بالنفس اللي فيه قدام الناس تيبان راه خارج هو المراه بالطوموبيل، ولكن تيقولوا الناس اللي قراب ليه الداخل ما كانش تيهدر مراتو، ما كانش تيكلم، ما كانش يهدر ولادو، بتهمه انكم نتوما اللي سببتوا في هادشي، نتوما حضيتوش، نتوما خوتها بجوج وانتوما اللي غطيتي عليها. ما بقاش. ومات بعد 8 شهور، مات راجل، اعتصم في دارو، قالك واحد اسبوع في الاخر قالوا مات. هل انتحر بطريقة ما؟ هل تفقس؟ هل دوز شي 2 ليالات و 3 بلا نعاس؟ هل تيقولوا الناس مات والسلام، مات. تيقولوا بعض الناس انتحر. اقل من عامين 2 جثات بنته هو مات. راجل شافوا الناس اسبوع مات. ما كايناش شي حاجه تثبت بانه انتحر او تستروا عليه الناس مسؤولين قالوا ما نديروش انتحر، السمعه اللي كانت عنده. ربما الناس كبار اللي كانوا مسؤولين عليه وكذا والرؤساء ديالو ما بغاوش كلمه انتحار كذا، وانتحر ومات الراجل وتشتت العائله. اش نقول لكم؟ انا لا ثقه في بنات، ما نثقوش في البنات، ما نثقوش في البنات. اللي غيهمنا من هذا الدرس نعطيكم اليوم هي الام المسؤول الاول. بحال في اليابان احسن تربيه في العالم، لما تنقولها هي اليابان. لاش تيقول اليابان كوكب اليابان، هما من كوكب اخر. كثرة التربيه اللي عندهم احسن تربيه في العالم. الام في الدستور ديالهم، الام انت اللي بجنب بنتك، انت اللي حاضيه بنتك، انت اللي تهضري مع بنتك وتكلمي مع بنتك، انت اللي عارفه الخبايا ديال بنتك. سميها بنتي ما تسميهاش اختي كما تنقول لكم. نتمنى من الله هذه الحلقه تفيدكم.